باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قال الحسن والكلبي ومسروق. ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على كثرة الأعمال، عمل الخير في أواخر العمر. يعلم أن المدار على آخر العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا كان من الدعاء الماثور: اللهم اجعل خير عملي خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمه. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالذي ينبغي للإنسان كلما طال به العمر أن يكثر من الأعمال الصالحة، كما أنه ينبغي للشاب أيضا أن يكثر من الأعمال الصالحة، لأن الإنسان لا يدري متى يموت. قد يموت في شبابه وقد يؤخر موته، لكن لا شك أن من تقدم به السن فهو أقرب إلى الموت من الشاب، لأنه أنهى العمر. ثم ساق المؤلف قول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ما نكرة موصوفة، أي أولم نعمركم عمرا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وهذا العمر اختلف المفسرون فيه، فقيل هو 60 سنة، وقيل 18 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل البلوغ. والآية عامة: عمروا عمرا لهم فيه فرصة يتذكر فيه من يتذكر. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون الإنسان يتذكر في أقل من 18 سنة، وقد لا يتذكر إلا بعد ذلك حسب ما يأتيه من النذر والآيات وما يكون حوله من البيئة الصالحة أو غير الصالحة. المهم أنه يقال لهم توبيخا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وفي هذا دليل على أنه كلما طال بالإنسان العمر كان أولى بالتذكر. وأما قوله تعالى: وجاءكم النذير، فالصحيح أن المراد بالنذير النبي، وهو اسم جنس يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشمل الرسل الذين من قبله كلهم نذر عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أن يحرص في آخر عمره على الإكثار من طاعة الله، ولا سيما ما أوجب الله عليه، وأن يكثر من الاستغفار والحمد، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة يقال إنها آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها قصة عجيبة. كان الأنصار رضي الله عنهم يقولون لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لماذا تدني عبد الله بن عباس وهو من الشباب ولا تدني شبابنا؟ وكان عمر رضي الله عنه ينزل الناس منازله في العلم والدين، كل من كان أعلم وأدين فهو إلى أمير المؤمنين عمر أقرب. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون تقديمه حسب ما عند الإنسان من العلم والدين. القرابة لهم حق لا شك، لكن العلم والدين أعظم ما يقرب به الإنسان، أعظم ما يكون قربة إلى الإنسان من غيره. المهم أن الأنصار قالوا لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لماذا تدني عبد الله بن عباس ولا تدني شبابنا؟ فقال لهم: أمهلوني. ثم جمعهم ذات يوم وقال لهم: ماذا تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا: نقول إن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء النصر وفتحت مكة فسبح بحمد الله واستغفره لأنه كان توابا، يعني فسروها بظاهره. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قالوا: أقول إن هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها تدل على أن أجله قد اقترب. ففهم هذا الفهم العجيب رضي الله عنه، يعني إذا جاء النصر والفتح فقد أديت ما عليك، أديت ما عليك، اختم عمرك بالاستغفار والتسبيح بحمد الله عز وجل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أكثر منها في الركوع والسجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذا أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله تعالى إلى رجل أمد عمره أو أخر أجله إلى 60 سنة. المعنى أن الله عز وجل إذا عمر الإنسان حتى بلغ 60 سنة فقد أقام عليه العذر، فقد أقام عليه الحجة ونفى عنه العذر، لأن 60 سنة يبقي الله الإنسان إليها يعرف من آيات الله ما يعرف، ولا سيما إذا كان ناشئا في بلد إسلامي. لا شك أن هذا يؤدي إلى قطع حجته إذا لاقى الله عز وجل، لأنه لا عذر له. لو أنه مثلا قصر في عمره إلى 15 سنة أو إلى 20 سنة لكان قد يكون له عذر في أنه لم يتمهل ولم يتدبر الآيات، ولكنه إذا أبقاه إلى 60 سنة فإنه لا عذر له، قد قامت عليه الحجة.
مع أن الحجة تقوم على الإنسان من حين أن يبلغ، فإنه يدخل في التكليف ولا يعذر بالجهل، فإن الواجب على المرء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه. مثلا إذا أراد أن يتوضأ لا بد أن يعرف كيف يتوضأ، إذا أراد أن يصلي لا بد أن يعرف كيف يصلي، إذا صار عنده مال لا بد أن يعرف ما مقدار النصاب وما مقدار الواجب وما أشبه ذلك، إذا أراد أن يصوم لا بد أن يعرف كيف يصوم وما هي المفطرات، وإذا أراد أن يحج أو يعتمر يجب أن يعرف كيف يحج وكيف يعتمر وما هي محظورات الإحرام. إذا كان من الباعة الذين يبيعون ويشترون بالذهب مثلا لا بد أن يعرف الربا وأقسام الربا وما الواجب في بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب بالفضة وهكذا. إذا كان ممن يبيع بالطعام لا بد أن يعرف كيف يبيع الطعام، ولا بد أن يعرف ما هو الغش الذي يمكن أن يكون وهكذا. المهم أن الإنسان إذا بلغ 60 سنة فقد قامت عليه الحجة التامة وليس له عذر، وكل إنسان بحسبه، كل إنسان يجب عليه أن يتعلم من الشريعة ما يحتاج إليه في الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والأوقاف وغيرها حسب ما يحتاج إليه. وفي هذا دليل، في الحديث هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى له الحجة على عباده، وذلك أن الله أعطاهم عقولا وأعطاهم أفهاما وأرسل إليهم رسلا وجعل من الرسالات ما هو خالد إلى يوم القيامة، وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسالات السابقة محدودة، فإن كل نبي يبعث إلى قومه فقط خاصة، محدودة في الزمن، كل رسول يأتي ينسخ ما قبله إذا كانت الأمة التي أرسل إليها الرسولان واحدا. في هذه الأمة أرسل الله إليها محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء، وجعل آيته العظيمة الباقية هذا القرآن العظيم، فإن آيات الأنبياء تموت بموتهم ولا تبقى بعد موتهم إلا ذكرى، أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن آيته هذا القرآن العظيم إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. فالكتاب كاف عن كل آية لمن تدبره وتعقله وعرف معانيه وانتفع بأخباره واتعظ بقصصه، فإنه يغني عن كل شيء من الآيات. لكن الذي يجعلنا لا نحس بهذه الآية العظيمة أننا لا نقرأ القرآن على وجه نتدبره ونتعظ بما فيه. كثير من المسلمين إن لم يكن أكثر المسلمين يتلون الكتاب للتبرك والأجر فقط، ولكن الذي يجب أن يكون هو أن نقرأ القرآن لنتدبره ونتعظ فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا الأجر، ليتدبروا آياته، هذه الثمرة، وليتذكر أولو الألباب. والله موفق.